احلى متابعين، اهلا بيكم. النهارده هنبدا في حاجه حلاوه المولد. اول حاجه هنعملها مع بعض الملبن الاحمر. تحفه جدا، بجد تحفه جدا. طعمه لذيذ وسهل جدا في عميله، ومش هتتوقعي ان هو سهل كده. شايفين شكله؟ شايفين بيمط معانا ازاي؟ يلا اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. بجيب حله بحط فيها كوبايه ونص سكر، عليها كوبايه ونص ميه اهو. وما تنسوش الفيديو اللي في الاخر هيعرفكم هنعمل ايه المره الجايه. اهو كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه، وبرفعهم على النار. بجهز بقى العلبه، بحط زيت، بغلف العلبة خالص بالزيت كويس علشان ما تلزقش. ممكن تحطي كيس وتدهني برضو بالزيت عشان تضمني ان هي ما تلزقش معاكي. اهو بعد ما السكر ده تمام انه بيغلي، بحط ربع معلقة ملح ليمون عشان ما يسكرش معاكي، ومعلقة كبيرة عسل جلوكوز. عسل الجلوكوز ده رخيص، بتجيب البرطمان من عند العطار، بيعمل معاكي كل الحاجات وكمان بيفضل اكتر من نصه. وهنا معلقتين جيلاتين برضو من عند العطار، بجيب ب5 جنيه. معلقتين جيلاتين كبار، عليهم ربع معلقة مية. ربع معلقة مية، وبدوبهم، بدوب الجيلاتين كويس في المية. وبعدين بحطه على الخليط على طول، بتحس ان هو تقل معاكي وانت بتدوبي فيه. اهو بتحطي على الخليط على طول، وبتقلبيه وتسيبيه يغلي كده حوالي 5 دقايق. وبجهز بقى النشا، كوباية الا ربع نشا، عليهم نص كوباية مية، وبدوبهم كويس. بدوبهم في بعض على البارد اهو. وبعدين باخدهم اول ما يتدوبوا كويس، باخدهم بقى بضيفهم على الخليط اهو. بضيفه وبقلب. هتحسي طبعا هو بيتقل معاكي عشان النشا هيتقل. بحط رشة فانيليا، ممكن تكتفي بكده، او تحطي رشة موارد اللي هي بتبقى بتاعة الطعام يعني. انا حطيت الاتنين عشان المورد ده بيعمل طعمه زي بره بالظبط، والفانيليا بتديله ريحة حلوة. اهو بقلبه كويس. وبعدين بجيب لون طعام صحي، بحط نقطتين كده بيعملوا الدنيا خالص اهو زي ما انتم شايفين. وبعدين بجيب بقى السوداني، اي مكسرات انت تحبيها. انا حطيت سوداني لان اللي بره بيبقى بالسوداني. ممكن تحطي مكسرات انت بتحبيها لو ما بتحبيش السوداني. وبقلب، واكون اهو احطه في العلبه اللي انا مجهزاها. ممكن تقصي كيس وتحطيه في العلبه من تحت عشان خاطر تضمني ان هو ما يلزقش معاكي في العلبه خالص يعني، اضمن يعني. بس كده بسويه وبعدين بدبه كده وخلاص. اسيبه بقى ممكن 3 4 ساعات في التلاجة، او ممكن تسيبيه. انا كان بالليل متأخر سبته للصبح، سبته على ما صحيت الصبح. بس اول ما تقل بقى بحط، بدهن وشه زيت اهو عشان خاطر انزله في الطبق. وبرضه بدهن الطبق زيت لان عشان ما يلزقش في اي حاجة، لان ده ممكن يلزق. بس وبحاول اطلعه اهو من العلبة اهو. بعدين بقطعه زي ما انتوا شايفين. تحفة، تحفة بجد زي بره بالظبط، وطعمه احلى كمان. يعني ممكن تجيب اللي من بره بيبقى ناشف، ده بقى مش ناشف، ده طري وجميل ولذيذ في طعمه. والسوداني عامل شغل فيه حلو قوي اهو زي ما انتوا شايفين. هوريكم، هقطع معاكم اهو واوريكم. شايفين شكله؟ طبعا ده ما ينفعش نحط له نشا عشان خاطر النشا هتغير شكله ومش هتبين شكله ولا السوداني اللي هو فيه. فحتى بره بيعملوا كده بالزيت، تدهني بالزيت وخلاص. زي ما انتوا شايفين شكله تحفة جدا. وهعمل معاكم كذا حتة. شايفين طري ازاي؟ وكمان شفتوا هو سهل قد ايه؟ سهل جدا وانت بتعمليه. هقطع معاكم حتة كمان عشان تشوفوا السوداني فيه عامل ازاي. هو طبعا التصوير ظلمه خالص اهو زي ما انتوا شايفين. السوداني فيه بس مش تحس ان هو مش باين، بس هو جميل قوي وبيعمله طعم تحفة. بصوا المطة بتاعته عاملة ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتقوموا تجربوه. وكل سنة وانتوا طيبين. واللي يعجبه يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس. وما تنسوش الفيديو اللي في الاخر هيبين لكم انا هعمل ايه في الفيديو الجاي في حلاوة المولد، واللي جاي احلى بكتير.